السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوكين ويد حنان. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم كيكة باللوز كتجي رائعة ولذيذة وسهلة، لا في المقادير لا في الطريقة ديال التحضير. تبعوا معايا الفيديو من الاول للاخير وما تنسونيش من التعاليق والتشجيعات ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاقارب. الله يخليكم ويعطيكم صحيحتكم، وهذا الشيء راه افضل منكم. نبداو على بركة الله. كناخدو في خلاط كهربائي، الكاس ديال الخلاط الكهربائي كندير فيه كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت زيت المائدة، وكاس ديال سنيدة. كلشي كنديروه في كاس العنبة. وكناخدو هنا كاس ديال اللوز، انا هنايا سلقته وحمرته وطحنته. يمكن لكم تستعملوه الا بغيتو ما سقليوش، مي انا كيعجبني هكا مقلي. وعاد كنديرو في، وزدت واحد الاضافه ديال 3 المعالق ديال لا كريم فريش. اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يمكن له يستغني عليها. صافي كنديروه في الخلاط، كيتخلطوا مزيان هاد العناصر، كيطحنوا مزيان حتى كيتجانسوا. كيولي الخليط سائل. هانتوما شوفوا كي داير. صافي كنحيد واحد الكاس، راه سائل ثقيل ماشي خفيف. كنحيد واحد الكاس للتزيين، واللي بقى في الخلاط كنديروه في واحد الاناء. من بعد كنزيد نص كاس ديال سنيده، كنخلط مزيان هاد السنيده حتى كتجانس مع الخليط. وعاد كنزيد نص كاس ديال الزيت حتى هو كنخلطو مزيان، كنضربو مزيان. عاد كنزيد 4 ديال البيضات، يكونوا بحراره المطبخ، يكونوا متوسطين، ما كبار ما صغار. صافي بدلت الفوي باش نخلط بهادي حسن. من بعد ما تخلط البيض مزيان، كنزيد 2 كيسان ديال الدقيق الابيض الفورس. كنغربلهم، راه ديجا عندي مغربل وزدت غربلته مره اخرى. هو كيكه من الاحسن تغربلوا الفورس ولا اي حاجه غديروها النواشف، ديما يتغربلوا 2 مرات باش ما كيبقاش فيهم داك التكتلات الحبيبات الصغيورين. زدنا الكاس الثاني، كنخلط مزيان حتى كتدخل هاد الطحين كيدخل في الكيك. من بعد كنزيد 2 خمارات من وزن 16 غرام، كل وحده كتوزن 8 غرام. حتى هما كيتغربلوا مزيان باش ما يبقاوش هذوك الحبيبات صغيورين. من بعد ما كيتخلط الفورس مزيان، شوفوا هانتوما، شوفوا العجين كيكون خفيف ماشي ثقيل، حيت فيه اللوز واللوز كيتنفخ، وما نبغيوش هاد الكيكه تجينا ثقيله. صافي كنغطيها بفيلم اليمونطير وكندخلها الثلاجه ترتاح واحد شويه. فهاد الوقيته هادي كناخذ المول، كندهنو بالزبده وكنيطاليه بالفرص، وكنكون شعلت على الفران يسخن واحد شويه. صافي هانتوما من بعد ما كنخرج تقريبا واحد ربع ساعه، شوفوا كي تقال. وصافي كنديروه في المول، كنصبو في المول، كنحاول انني يدي الهزه شويه عاليه. صافي من بعد ما كنصب الخليط كله في المول، كناخذ واحد الطرشون كنحطوه من التحت، كنخبط هاد المول باش هذوك الفقاعات اللي داخل في الكيك كيهبطوا، ما كيبقاوش هذوك الفقاعات ديال الهواء. هانتوما كيما قلت لكم، كندير بحال هكا. صافي كيكون الفران سخن شويه، كندخل تحت المول، تحت ديما المول كنحط انايا ديك المقله الثقيله باش ما ياخذش داك العافيه كثيره. الفران 180 على واحد ثلث ساعه تقريبا. صافي وكنديروها في الطبسيل ديال التقديم. هاد الكيك راه شويه جاني محمر اكثر من القياس. نورمالمون خصو هو ما يجيش الكيك كله ديال اللوز، ما خصوش يجي محمر بزاف. صافي وهذاك الكاس ديال التزيين هو اللي كان، هذاك الكاس اللي درت فيه اللوز
هو اللي كنزين به الكيك. هو لا كريم اللي كدار على الكيك كيجي لذيذ بزاف. كنطاليه على الوجه ديال الكيكه كلها، وكنزوق بالشكل اللي بغيت انا فضلت اللوز ايفيلي حيت هي باللوز. اللوز ايفيلي راني حمرته قبل، وكنزيد نزين شويه بالحبيبات دوغي، حبيبات لي بونبون دوغي صغيورين، كيعطيو واحد المنظر. كيكه جات رائعه ولذيذه بزاف وساهله وكتجي هماويه. كنا في واحد العشيه صحاباتي كلهم عجبهم اللوغو ديال الكيكه، جات رائعه. جربوها ما غتندموش عليها، وزوينه وخفيفه. ونتمنى منكم تعاونوني وبارطاجيو الفيديو. وشكرا والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.